السلام عليكم، اهلا بيكي في مطبخ رزين. النهارده هنعمل مع بعض الكشري. الكشري من احلى الاكلات المصريه. تعالوا نشوف عملناه ازاي. بس لو لسه ما اشتركتيش في القناه انزلي تحت الفيديو اعملي اشتراك ولايك وفعلي جرس التنبيه علشان يوصلك اشعار بكل الوصفات الجديده من مطبخ رزين. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بسم الله. اول حاجه هنبدا بيها البصل لان البصل بياخد وقت. انا هعمله في الكبه بالسلاح اللي هو الخط واحد ده، مش هبشره. ما عندكيش كبة مبشرة الجزر فيها نفس يعني اللي هو بيعمل البطاطس اللي بيعمل الشيبسي، هعمله بيه. كل ما ترفعي البصل هيديكي نتيجة افضل. ما عندكيش كبة ولا مبشرة ممكن تعمليه بالسكينة على ايديكي، بس حاولي ترفعيه على قد ما تقدري علشان يبقى مقرمش معاكي. هبشر البصل كله، بصل احمر بصل ابيض اي حاجة موجودة عندك. انا بصراحة بحب الابيض وعاملة كمية كبيرة عشان انا بحب يعني الولاد عندي بيحبوا البصل جدا جدا. ممكن انت تعملي بصلتين بس، ممكن تعملي كيلو نص كيلو براحتك، الكمية اللي انت حباها. بصي البصلاية اللي تلاقيها كبيرة اقسميها نصين بالسكينة علشان تخش في الكبة. بصي ده شكل البصل، بيبقى رفيع. هدلقه في حاجة كبيرة شوية علشان اعرف اقلبه، وهبدأ افككه. ممكن تلاقي كل كام واحدة كده ماسكين في بعض، ابدأي فككيه. وهحط عليه دقيق. انا جربته بصراحة بالنشا ما عجبنيش زي الدقيق. قلبي وانتي بتقلبي فككي كده البصل من بعضه. هحط حبة كمان، ما تحطيش كتير يعني حبة بس، يعني البصلاية تبقى متغلفة بالدقيق. وهولع على الزيت. انا عايزة الزيت سخن بس مش عايزاه سخن قوي قوي، لان لو الزيت سخن قوي هتحطي البصل هيتحمر كده وهيتحرق منك. لا انا عايزة الزيت سخن بس مش قوي. وانا بحط البصل هنفض كويس الدقيق وهنزل بالبصل. ما تحطيش كمية كبيرة علشان يبقى مقرمش معاكي. وهقلبه بشوكة، ما تقلبوش بمعلقة. لو قلبتيه بمعلقة هيبقى ملتوت في بعضه كده. قلبيه بالشوكة، وانتي بتقلبي بالشوكة فككي كده البصل من بعضه. كل شوية قلبيه لغاية ما يبقى لونه ذهبي. بصي اللون ده، ما تغمقيش البصل عن كده. هجيب صينية كبيرة واحط عليها مناديل مطبخ او ورق زبدة، وابدأ اطلع البصل ذهبي. لو طلعتيه اغمق من كده هيبقى ممرر. وانتي بتطلعي البصل صفيه كويس وهتحسي ان البصل طري. لا مجرد بس ما تطلعيه وتستني عليه دقيقة واحدة هتلاقيه مقرمش. هتجيبي المصفى اللي بنصفي بيها اليانسون او اللبن دي، الصغيرة خالص. وهبدأ انضف الزيت بتاعي علشان لو حطيت بصل تاني المحروق ده هيمرر البصل. نضفيه بالراحة خالص كده، والدقيق اللي واقع دوت وكله. هحط كمية البصل التانية ومش هحط كتير في الطاسة، هخلص كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. اهم حاجة حطيه في الطاسة وفككيه من بعضه. عندي بقى الحمص انا نقيته. اما تنقي الحمص في ساعات واحده بتبقى خضراء واحده سوداء شيليها. وغسلته كويس وخليت الميه بتاعته نضيفه خالص كده. وهنقعه قبلها بيوم او على الاقل ساعتين 3 علشان يستوي معاكي كويس. والعدس شطفته، نقيته وشطفته ونقعته لمده ساعه. العدس هنقعه ساعه واحده بس، لكن الحمص هنقعه 3 ساعات او قبلها بيوم. اوعي ترمي الزيت. الزيت دوت هنصفيه ونعمل بيه الرز والصلصة، بيبقى الطعم الكشري تحفة بالزيت المعمول من البصل. هجيب حلة وهحط فيها 4 معالق زيت، وهحط معلقة توم كبيرة. أنا التوم عندي من الفريزر. انزلي بمعلقة كبيرة وقلبي. أنا عايزاه يحمر. هقلب وهجيب حلة علشان أعمل الدقة. هنزل بمعلقة واحدة زيت ومعلقة توم كبيرة. انا الدقه مش عايزاه يحمر، انا عايزاه بس يعني ريحته تطلع كده يتشوح بس. لكن الصلصه عايزه التوم بتاعها يحمر. قلبي الاتنين كده اوعي يتحرق. قلبي كويس. اول ما يحمر عندي كيلو طماطم ضربته في الخلاط وصفيته كويس. وهنزل الاول قبل ما احط الطماطم هنزل بمعلقه واحده بس خل، بتدي للصلصه طعم حلو قوي. معلقه واحده وبعدين انزل بالطماطم على طول. هحط معلقه كمون ومعلقه كبيره ملح بفلفل. هقلب وهغطيها بقى واسيبها على نار عالية. اول ما تغلي هبدأ اوطي النار لغاية ما
تتسبك خالص. هنا بقى التوم طلع ريحته كده وبدأ لونه بس يعني يغير سنة صغيرة، يعني يتشوح كده يبقى أصفر. هنزل بحبة خل، كوباية خل وكوباية مية، وهحط معلقة ملح بكمون بس، وهطفي البوتاجاز. انا مش عايزاه يغلي ولا اي حاجة خالص، انا بس كنت عايزة اشوح التوم علشان كده بيبقى طعمها احلى من التوم الني. الحمص ولعت عليه على نار عالية، وهحط له كبشتين صلصة من اللي انا عملتها. هسيبه غلوتين على نار عالية، وبعدين هوطي النار علشان يستوي معايا كويس. هحط معلقة ملح بكمون، وبعدين اول ما يستوي هحط له معلقة ملح. الحمص انا ولعت عليه، انا عايزاه يغلي غلوة واحدة بس، ما تخلوش يتهري. هاخد بقى بقية الزيت اللي عندي هعمل بيه الرز. الرز بيبقى طعمه حلو قوي قوي بالزيت بتاع البصل. هنزل بكوباية شعرية، بس انا هنا حسيت ان الشعرية قليلة شوية فحطيت حبة كمان. هي كوباية شعرية كفاية. هحمرها، انا عايزاها لونها ذهبي. حاولي ما تخليش الشعرية غامقة، علشان اما الشعرية بتبقى غامقة بيبقى شكلها مش حلو في الكشري كده، وبتبقى طعمها ممرر. هنزل بكوبايتين رز شطفاهم وصفيتهم كويس، وهنزل بمعلقة ملح. هقلب كويس وهطفي لغاية ما العدس يستوي. انا العدس اديته غلوة واحدة بس، مش عايزاه يتهري، وهصفيه وهحطه على الرز. انا هكمل تسوية العدس مع الرز، بيبقى طعمه احلى بكتير. هنزل بالمية، قلبي وكسري الرز كده وظبطيه. المية بيبقى مغطي الرز والعدس. بصي انا هنا حسيت ان هي مش متغطي قوي، حطيت له حبة بس، وهغطيه واسيبه على نار عالية. بصي الصلصة هنا خلاص جهزت، هطفي على الصلصة. بصي الرز خلاص شرب ميته مفلفل، العدس ماسك نفسه مش مهري. هوطي النار خالص لفوق مش لتحت، يعني اكنها مش والعه اصلا، علشان الرز يتفلفل معايا وما يتعجنش. وهنا معايا الميه بتاعت المكرونه، هحط معلقه زيت ومعلقه ملح. انا بسلق المكرونه في الطبق الاستانلس، ما بيجرالهاش اي حاجه خالص، وهوريك الطبق بعد ما اصفي منه المكرونه. هنزل بالمكرونه، اهم حاجه المكرونه تبقى نفس النوع، اي شكل انت حباه، بس نفس، يعني لو مثلا الملكه يبقى الاتنين الملكه، حوا يبقى الاتنين يعني نفس النوع. لو الكيس ده نوع والكيس ده نوع، اسلقي ده لوحده وده لوحده علشان مفيش واحده تستوي قبل التانية. وهخلي المكرونه يعني نيه سنه صغيره علشان ما تبقاش معجنه. قلبيها برضو بالشوكه كويس، وفككيها كده عشان الاسباجيتي كل كام مكرونيه كده بيمسكوا في بعض ويتعجنوا. بصي شكل الرز، الرز مفلفل، العدس ماسك نفسه كده، الريحة بتاعة الرز تحفة. بصي فلفلته جميل. جربي العدس تحطيه تسويه مع الرز كده تحفة. ودي المكرونة، وبصي الطبق ما جرالوش اي حاجة خالص. هحط على المكرونة معلقة زيت واحدة. انا المكرونة صفيتها وما بشطفهاش بمية، ما تشطفيش المكرونة بتاعة الكشري بمية خالص، سخنة زي ما هي كده. وهحط لها معلقة زيت واقلبها. بصي المكرونة مفلفلة، طلعي المكرونة نية سنة صغيرة. بصي بقى في ناس بتغرف الرز وبعدين فوق الرز المكرونة، وبعدين الصلصة والبصل وكده. لا انا بصراحة ما بحبهوش كده، انا بحبه كله على بعضه متقلب مع بعضه. هوريكي انا بعمله ازاي. اكتبي لي في الكومنتات انتي بتعملي كده ولا بتعمليه كله متقلب في بعضه. بجيب بقى الطبق بتاع المكرونة عشان ما نوسخش مواعين اكتر من كده، كفاية قوي كده. وبنقص فيه حبة رز بس علشان اعرف اقلب الحلة كويس بالمكرونة. وهحط حبة مكرونة هنا وحبة مكرونة هنا واقلب كويس. بصي كده انا بحب شكل الكشري كده، بحس كده ان كله داخل في بعضه كده ومتقلب كويس، غير ما بتقلبيه في الطبق. بعد ما قلبت اللي في الحله واللي في الطبق هحط كله على بعضه كده. الكشري جاهز عندي، تحفه، ريحته رهيبه والله. جربيه، احلى من اي محل كشري، وانضف بكتير واوفر كمان. قلبي بقى كله في بعضه كده، واغرفيه بقى في الاطباق. الكشري من الاكلات الحلوه جدا جدا جدا، ولو كلتيه كل يوم ما تزهقيش منه طول ما هو معمول في البيت. لكن معمول بره لا، ما بحبوش من بره خالص، ما بشتروش اصلا بصراحه. بصي
الدقة بقى أنا دُقتها حسيت إن هي عايزة ملح وخل، فحطيت لها ربع معلقة صغيرة ملح، وحطيت لها معلقتين خل، وقلبتها وكده مضبوطة. دوقي الدقة قبل ما تغرفيها، يعني اضبطيها. والصلصة كده مضبوطة، أنا باحبها تقيلة، لو أنتِ حاباها خفيفة ممكن تزودي لها حبة مَيّة وتخلّيها تغلي غلوة واحدة بس على البوتاجاز. لو عايزة بقى تحطي لها شطة، بُصي شكل البصل، هاحط بقى صلصة على الأطباق كده، معلقة واحدة بس كده يعني تدّي شكل. هو كده هنغرف غارفين صلصة لوحدها في الطبق. بُصي الحمص مستوي، المَيّة بتاعة الحمص بُصي عشان حطينا لها صلصة تحفة. الحمص أصلًا تاكليه كده لوحده، يعني الحمص لوحده والكشري لوحده. حطي بقى على الطبق كده حبة حمص، كل طبق بس حبة صغيرة، واللي بيعوز بيكمل بياخد يعني من الأطباق اللي احنا غارفينها. وبصل بقى، بصي هنا بقى ولادي كانوا واقفين قدامي عمالين يقولوا كتري البصل كتري البصل. البصل مقرمش حلو جدا جدا، بس انا للاسف ما باكلش البصل، بس هو مقرمش وتحفة، ريحته فظيعة. بصي مقرمش جدا وذهبي كده، طلعيه اهم حاجة ذهبي. بصي احلى من اي محل كشري دخلتيه. بصي شكل البصل، الحمص مستوي، الكشري مفلفل مش معجن. دوقي بقى تحفة. بصي بقى حطي حبة حمص، وبعدين معلقة صلصة كده، وما تنسيش الدقة، كتري الدقة. جربيه بنفس الطريقة وهستنى رأيك في الكومنتات. أشوفكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ رزان إن شاء الله على خير. ما تنسيش الاشتراك واللايك.